نفسي افهم اللي اتقال بالانجلش، نفسي اسمع الاجانب او اتفرج على فيلم من غير ترجمه وافهم الى حد كبير 90%. لكن ده انا بقعد قدام الفيلم مبقاش فاهم اي حاجه ولا كأن الانجلش ده عدى عليا. وبنسمع كتير حد يقول لك you have to practice listening a lot، لازم تمارس مهاره الاستماع in English كتير جدا. جميل، مش دي المشكله. المشكله ان في ناس كتير دلوقتي بتبتدي تطبق فعلا اللي بيتقال لها فيما يخص مهاره الاستماع in English عشان يحسن الليسننج عنده، ومع ذلك بعد ما بيبذل مجهود كبير ويتفرج على حاجات كتير وبيسمع كتير in English بيحس نفسه برضه ما اتحسنش قوي. يا ترى فين المشكله؟ Hello my lovely learners, this is Sarah Kamel and you are watching English Trainer Sarah. تعال اقول لك ايه اللي بنعمله غلط عشان كده مهما بنمارس ما بنتحسنش فيما يخص مهارة الاستماع English listening. يلا بينا. بص في الفيديو ده انا هشرح لك 4 خطوات اساسية. ال4 خطوات دول مش فهلوة ولا بناء على خبرة بس، لا ده علميا دي الطريقة او من احد الطرق المثالية انك تمارس مهارة الاستماع كويس جدا عشان فعلا تستفيد صح وتبتدي تتحسن، مش تسمع وخلاص. التكنيك ده مقسم ل4 خطوات رئيسية. ال4 خطوات زي ما احنا شايفين لازم نمشيهم بالترتيب، بس قبل ما اقول لك على ال4 خطوات لازم اقول لك على شوية حاجات لازم تاخد بالك منهم وانت بتمارس مهارة الاستماع عشان تعرف تطبق ال4 خطوات دول صح. ركزوا معايا كويس قوي في الفيديو ده عشان هتتعلم حاجة صدقني هتفرق معاك لو طبقتها صح. قبل تنفيذ ال4 خطوات لازم لما تيجي تتفرج على حاجة in English لهدف ممارسة الاستماع لازم تتفرج على حاجة ما تكونش طويلة قوي، لأن لو هطبق ال4 خطوات دول وهتشوف بعينيك على فيديو طويل زي فيلم أو حلقة من مسلسل ده هيبقى صعب جدا. تاني حاجة ما انصحكش في الأول لو بتبتدي تعمل الموضوع ده جديد بمشاهد من الأفلام أو ما إلى ذلك. ليه؟ لأن المشاهد أو الكلام اللي بيتقال في الأفلام بيبقى معظمه سلانج لانجويج ما بتستخدمش أصلا حتى في حياتهم اليومية، لأن اللي بيستخدم في حياتهم اليومية أكتر هو الكلاكي لانجويج اللي هي اللغة الشعبية العامية، إنما السلانج بتبقى لغة very very informal اللي هي لغة الشارع اللي هي لغة اللو كلاس، فده بيخليك دايما بيحصل confusion أو بيبقى الموضوع صعب. آخر حاجة قبل التنفيذ لازم تتفرج على أي فيديو بالإنجلش subtitles، يعني الترجمة تكون إنجلش مش عربي، ولا تتفرج على فيديوز من غير ترجمة خالص. بتعسف نفسك ليه؟ كل اللي انت محتاج تعمله انك تتفرج على الفيديو بالانجلش سبتايتلز وتبتدي تنفذ الخطوات. نمبر 1 انت محتاج تتفرج على الفيديو كله من غير ما توقف ولا مرة. يعني مثلا لو بتفرج على فيديو موضوع معين انا ما اعرفش الموضوع ده بيتكلم عن ايه او الفيديو ده اول مرة اشوفه، فالاحسن ان انت تحاول تركز على انك تفهم الفكرة الاساسية the main idea. What is the video about؟ الفيديو بيتكلم عن ايه؟ دي نقطة مهمة جدا لأنها هتساعدك بعدين تركز أكتر أو تلقط الديتيلز أسرع. إذا الخطوة الأولى بنتفرج على الفيديو كله من غير ما نوقف عشان نحاول نجمع الفيديو بيتكلم عن إيه عموما. نمبر 2 عيد الفيديو من الأول وابتدي بقى ركز في السبتايتلز على كل الإيديومز والإكسبريشنز وأي كلمة جديدة عليك وتحاول توصل لمعناها. لما تيجي توصل لمعاني الكلمات دي بلاش تعتمد على جوجل ترانسليت اللي هو يترجم لك الكلمه بالعربي. بعد ما عرفت الفيديو بيتكلم عن ايه عموما وابتديت اطلع شويه كلمات واكسبريشنز ومصطلحات ليها علاقه بالفيديو وفهمت معناها، انا كده فاهم الفيديو بيتكلم عن ايه كويس جدا. الخطوه الثالثه اتفرج على الفيديو تاني كله بالانجلش سبتايتلز وما توقفش برضه، بس ده بعد ما عرفت الفيديو بيتكلم عن ايه وعرفت تفاصيل كمان اكتر، هتلاقي الرؤيه وضحت اكتر. كده انت فهمت الفيديو تماما بيتكلم عن ايه وجمعت كلمات جديدة. and by the way الكلمات الجديدة دي لو ما استخدمتهاش في أقرب وقت ممكن بعد ما اكتسبتها صدقني هتتنسي بسرعة. لازم تحاول تشغلها في جمل في كتاب أو لو هتكتب في نوت بوك دخل الكلمات دي أو استخدمها في جمل. حاول دايما الكلمات تشغلها بأي شكل من الأشكال عشان ما ننساش. أهم حاجة تشغل اللي بتتعلمه عشان ما يتنسيش، لكن زي ما اتفقنا حفظ كلمات لا، طول ما انت فاهم قوي الفيديو بيتكلم عن ايه هيفضل الفيديو ده هو المرجع ليك بانك تفتكر الكلمات اللي انت اكتسبتها منه، وده مهم جدا. الخطوه الرابعه والاخيره هي مفيده في حالتين، في حاله الليسننج وفي نفس الوقت الاكسنت. عشان كده دايما بنقول ان الاكسنت مهمه مش معناها انك لازم تتكلم بيها، لا مش شرط، لكن الاهم انك تعرف تستخدمها عشان لو عارف تستخدمها هتقدر تلقطها بسهوله.
فبالتالي مع الوقت مش هتحتاج تتفرج على اي فيديوز او اي حاجه انجلش بترجمه عربي او حتى انجلش. انت هتفهم 90% باللي بيتقال من غير ما تحتاج اي ترجمه. الخطوه الرابعه ان انت تعمل حاجه اسمها دريلينج. دريلينج يعني ايه؟ يعني تبتدي تسمع تقول، ولما تيجي تسمع ردد اللي بيتقال بالملي، ما ترددش اللي في مخك. انا اديك مثال صغير. كلمه heard انا مش هكتبها، انا هقولها بس الاول وانت قول لي سمعت ايه. heard. انا واثق ان انت سمعت الكلمه صح، بس انا واثق ان انت لما عدتها ورايا ما عدتهاش صح في معظم الاحوال. heard. انا ما نطقتش الدي قوي، بس الناس عشان سمعت الكلمه وعرفت وترجمت في دماغها وكتبتها HEARD، هو عارف ان اخرها دي وعارف ان الدي بتنطق، فتلاقيه يقول لك heard. فبتعمل ستريس على الدي، بس انا ما قلتهاش كده، انا قلت heard. I didn't stress the D. ما عملتش stress على الدي sound. This is soft D, heard. فبالتالي لما تسمع حاجة in English حتى لو انت شايف ان النطق بتاعهم غريب وبقك مش قادر يجيبه او ودنك، لازم برضه تنطقها زيهم. لان automatically اللي بيحصل ان انت بتسمع الحاجة وبتبقى عارف بالظبط لانها مكتوبة قدامك، فلما بتيجي تقولها بتقولها بالطريقة اللي مخك متعود عليها، فبالتالي بتلاقي نفسك برضه ما بتنطقش زيهم. وده بيأثر على listening لأن بيخليك مش عارف تنطق زيهم لأن مخك متركب على نطق معين، فبالتالي برضه لما يجي يقولها في فيديو أنت مش هتفهمها. drilling يعني copying لحد ما تلاقي نفسك أتقنت الجملة أو الكلمة اللي أنت عايز تنطقها زيهم. هتلاقي مع الوقت ودنك ولسانك اتعودوا، فالlistening يتحسن والأكسن كمان تظبط. يا رب تكون استفدت وعجبك الفيديو. لو عجبك لايك، لو عايز تستفيد أكتر سبسكرايب in the YouTube channel عشان تشوف الحلقات اللي فاتت، وإن شاء الله تشوف الحلقات اللي جاية. Thank you very much. I'll see you very soon. Bye.